نتابع في هذه التغطية. أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحماس وجه من بيروت رسالة إلى فلسطينيي 48 داخل إسرائيل مطالبا إياهم بدعم غزة وإرباك إسرائيل من الداخل. أهلنا في الأرض محتلة عام 48. لقد كان تعبيركم عن الانتماء لفلسطين والدفاع عن غزة واضحا وجليا. المطلوب منكم اليوم أن تربكوا العدو من داخله، أن تزلزلوا عليه أركان بيته من داخله. هذه مسؤوليتكم، هذه مهمتكم، هذا واجبكم. ينضم إلينا من الناصرة محمد بركة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي. مرحبا بك معنا سيد بركة في هذه التغطية المتواصلة في آخر ساعة. أيضا أين موقفكم بين من وما، يعني بين أسامة حمدان وطيب عبد الرحيم؟ أعتقد أن الوقت لا يحتمل الكلام الذي أدلى به السيد حمدان. وضع شعبنا في قطاع غزة كارثي ويتطلب من كل جزء من مكونات شعبنا في كل أماكن تواجده أن يقوم بدوره وفق الساحة التي يعمل بها. وأعتقد أن هذا الكلام لا يعني أنت توافق على ما يقوله طيب عبد الرحيم مع حفظ الألقاب بأنه ذلك سيجلب الويلات وذلك سيمنح إسرائيل ذريعة لتهجير الفلسطينيين؟ يا سيدي، هذا سيجلب الويلات إذا كان هنالك من يستمع إلى هذا الكلام. هذا الكلام ملوش ضرورة، وحسب رأيي يعني ملوش ضرورة للي كلام أسامة حمدان تقصد؟ طبعا الذي سيأخذ بكلامه عمليا هذا الكلام يوفر له تهمة جاهزة قبل أن يفعل أي شيء، والذي لن يأخذ بكلامه لا حاجة له بهذا الكلام. نحن عندنا قيادة شجاعة وحكيمة صاغت مأثرة البقاء في الوطن منذ النكبة وحتى اليوم في ظروف شبه مستحيلة. لذلك كان يفضل أن يحتفظ السيد حمدان بنصائحه لنفسه. طب كيف تدعمونهم؟ نحن نحترم خصوصية الأداء الفلسطيني في لبنان كما يراه إخواننا في لبنان، ونطلب منهم أن يحترموا خصوصية أدائنا. هذا الكلام يأتي سيدي بعد يوم واحد من مظاهرة صارت في درة يوم الأرض مدينة سخنين، حيث انطلق حوالي 150 ألف عربي فلسطيني في مظاهرة إلى تابعنا ذلك صحيح أهلنا في قطاع غزة. نحن أيضا أعلنا عن حملة إغاثة لشعبنا، نريد أن نحافظ على الوسائل التي أيضا تمكننا من إيصال هذه الإغاثة. أيضا أمس نظمنا مظاهرة في قلب تل أبيب شارك فيها أكثر من 15 ألف إنسان غالبيتهم من اليهود. نحن نريد أن نخترق جدار الصمت والعدوان في الشارع اليهودي لكي يرفعوا صوتهم ضد هذا العدوان ومن أجل التضامن مع شعبنا. المظاهرة في تل أبيب أمس صارت بالأعلام الحمراء وبالأعلام السوداء وبأعلام فلسطين. هذا الأمر نحن لا نستطيع أن نفرط به بكلام لا ضرورة له. نحن يعني نقول لكل أهلنا وإخواننا، وأنا أعتقد أن الجميع يفهم ذلك جيدا، عندنا قيادة جماعية تضم كل التيارات ومكونات مجتمعنا، ونحن نتخذ قراراتنا الكفاحية والتضامنية والتماثلية مع شعبنا الفلسطيني بإجماع، وأرجو أن لا يجري خلط الأوراق في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال. طيب، يعني أنتم تودون دعم غزة بالوسائل السلمية والإنسانية، ولكن ليس بنفس الطريقة يعني التي يريدها حمدان. عندنا وسائلنا، ولكن عندنا أيضا مشروع آخر يجب أن يتذكره الجميع. مفهوم. مشروعنا الأول والتعبير الأسمى عن فلسطينيتنا هو أن نبقى في هذا المكان. نعم، لنا في هذا المكان بقاء نحميه ومستقبل نبنيه وأمل نربيه. يعني فعلا الخشية من التهجير عمليا يعني. طبعا، لأنه يعني من استمع قبل عدة أيام في جلسة الكنيست كان مركبين اثنين في خطاب كل قيادة إسرائيل. الخطاب الأول تهديد شعبنا في قطاع غزة، والخطاب الثاني هو تهديدنا ورفع القبضة الحديدية في وجهنا وتهديدنا بالتهجير والترانسفير. نحن لا نطلب أن لا يلعب أحد في قضية بقائنا وفي قضية أولوياتنا. نحن نعرف كيف نحمي فلسطينيتنا وكيف نقف إلى جانب شعبنا. نعم. وعندنا الآليات والوسائل الناجعة والأفضل، وأعتقد أنه خير ما يمكن أن نقوم به هو أن نؤثر، نعم أن نؤثر على المجتمع الإسرائيلي نفسه وعلى القرار في إسرائيل نفسها.
من أجل أن يكون أقل عدوانية على الأقل، ومن أجل أن نتمكن على الأقل من أن نوصل كيس طحين إلى أهلنا في قطاع غزة، أن نخرج مظاهرة في قلب مدينة تل أبيب، في قلب مدينة سخنين، في الجليل، في المثلث والنقب. لا يوجد عندنا وظيفة أخرى. نعم. لذلك أنا لا أتدخل حقيقة في أولويات إخواننا في لبنان وأولويات إخواننا في الضفة الغربية، فأرجو أن لا يتدخلوا في أولوياتنا مع الاحترام للجميع ولرأي الجميع. شكرا جزيلا لك سيد محمد بركة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي على هذه المشاركة من الناصرة.